سلام ومرحبا بكم معايا اليوم في مطبخ فرات امجد. ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بهذه الوصفه تاع البرد، محمصه بالدجاج وبالخضره. تجي حاره وتجي كيما نقولوا هذا ما يناسب مع راهي جايه العطله. قلت نديرها لكم. الوصفه هذه هي تاع اللمه وتاع العائله. جربوها ان شاء الله. تبعوا معايا هنا الوصفه للاخير. وقبل ما نبدو نصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. وما تنسونيش هنايا بالجام وبالاشتراك، وان شاء الله يعجبكم وصفاتي وتكونوا من المتتبعين الدايمين. هنا هذه هي المحمصه، راكم تشوفوا كيفاه جات. مع هنا غادي نعطيكم السر باش تبقى لكم مزربعه، تبقى كل حبه وحدها. كما تعرفوا المحمصه تجي تتلاصق، بصح في هذه الوصفه تبعوني ان شاء الله تجيكم ناجحه. هنايا انا غادي نديرها كما قلت لكم بالدجاج وبالخضره. عندي صدر تاع الدجاج. هنا عندي هذاك طرف صغير برك تاع اللحم. انا كنت باغي ندير معاها شحم، بصح ما كانش عندي. نجموا هنايا ديروا غير طرف تاع الشحم مع هذاك باش تجي تعرفوا العجائن اللي قد تجي كيما نقولوا ميدمه. وعندي هنا مجموعه من الخضره، راكم تشوفوا بصل ثوم. عندي جلبان، طوماطيس، المهم درت فيها كاع الانواع تاع الخضر. حطيت الدجاج تاعي يتقلى مع طرف تاع اللحم. وبديت هنا نقطع في البصل تاعي. هنايا قطعته. هنايا هذه الوصفه نعاود ناكد معكم ماشي هي الوصفه تاع البركوكس. هذه الوصفه سبيسيال تاع المحمصه على الطريقه تاعي انا. هنا غادي نديرها لكم بطريقه سهله باش توجد لكم بالخف. قطعت البصل كما راكم تشوفوا، وسنينه تاع الثوم مع شويه تاع القزبر. فوتهم كاع في الاشوار. بعد ما تقلى هذاك الدجاج تاعي في كميه تاع الزيت، مع هذاك الطرف تاع اللحم كما قلت لكم ديروا نتوما شحم اذا ما عندكمش اللحم. انا اصلا هذاك تما عظمه ماشي لحم. درته برك على جال البنه. حطيت شويه تاع الملح مع البصل هذاك تاعي والثوم اللي رابيتهم، مع فلفل كحل، فلفل حمر، فلفله حمراء كيما نقولوا حنا. حطيت حاره وحلوه. المحمصه لازم تجي كيما نقولوا بحروريه. وشويه تاع الزعفران، زنجبيل، كركم. غادي نردهم انا هنايا فوق النار يتقلوا مليح حتى هذاك البصل تاعي يبدا يذبال. ونروح نجيب هذيك الطوماطيس تاعي تاع الحبه. انا هنا راني ندير في كميه عائليه، درت كميه كبيره شويه، يعني توكل بالك حتى ل 12 واحد. على هذيك كثرت كيما راكم تشوفوا البصل، وكثرت الدجاج والخضره هكا باش تكفي العائله. على هذيك قلت لكم توالم بزاف هذه الوصفه العطله، ان شاء الله تجربوها. قطعت انا هنا هذيك الطوماطيس تاعي حطيتها. مادام راني جابده الاشوار قلت راهم مسخرين نكمل به. انا مداري خطرات كي ترابو البصل كملوا رابوا هذاك الثوم تاعكم. انا هنا مادام خدمت بالاشوار قلت نكمل به. حطيت هنا هادو الحبيبات تاع الطوماطيس كما راكم تشوفوا معايا، نقيتهم وغادي نطحنهم ونميكسيهم مليح في هذيك الاشوار. بعد ما يذبال هذاك البصل تاعي راه فوق النار، خطره على خطره نحركه حتى يذبال كاع. نروح نقي هذيك الخضره تاعي ثاني اللي بقات. بعد ما نميكسي هذيك الطوماطيس كاع نطحنها، نزيدها على البصل هذاك اللي حطيته يتقلى. وهنا غادي نستعمل تاني كيما قلت لكم الحمص والجلبان ومجموعه من الخضر. دوك تشوفوا معايا نقيها ونقطعها معكم. هنا راكم تشوفوا بعد ما ذبال هذاك البصل كاع هو والثوم ذبالوا مليح وشويه تاع القزبر. ضفت لهم هذيك الطوماطيس تاع الحبه اللي كنت رابيتها. نروح انا للزروديه تاعي. هنا غادي نقطع الخضره تاعي، هنا نقطعها مربعات. غادي نخلي الشكل تاعها كيما حنايا ناس الغرب كي نديروا البركوكس نطحنوا الخضره، نطحنوا كيما من نطحنوا الخضره تاع الحريره، بصح تجي شويه خفيفه. بصح هاد الوصفه تاع المحمصه درتها بالطريقه كيما كانوا يديروها يعني تاع بكري بالخضره هكا مقطعه والجلبان والحمص. صدقوني جات واحد البنه ما نحكي لكمش عليها والله. صدقوني حبه ما بقات تاع المحمصه كاع كلاوها الله يبارك بصحتهم. راكم تشوفوا حطيت انا مرقت نص تمريقه للكيكوطه تاعي. مرقتها نص تمريقه بالماء حامي، وحطيت هذاك الحمص اللي كنت منفخ هو ومشلل. الطوماطيس تاعي تاع القوطي راكم تشوفوا حليتها في شويه تاع الماء. عندي قزبر وضفت شويه تاع القزبر وريقه تاع الرند. هنا عندي نصف مكعب تاع مرق الدجاج.
الخضره هذيك اللي بقات عندي كورجات وبطاطا وشويه تاع اللفت هذو، غادي نضيفهم من بعد باسكو ما يشدوش الطياب، غادي نخليهم حتى كي طيب الخضره تاعي الاخرى. والدجاج راني بلعت عليهم الكيكوطه بعد ما كملت التمراق تاعها. غادي نخليهم كيما قلت لكم في الاخير. حكمت انا هنا الكميه اللي غادي نتوما ديروا الكميه على حساب العائله تاعكم اكيد. ما نجمش نعطيكم العبر نيشان. حكمت المحمصه تاعي هذيك شللتها. ديروا هذا لاستيس خاطش كاين بزاف اللي يرموها ديريكت في المرقه، على هذيك تجي تتلصق وتجي تتلصق وتشرب لكم لاصوص بزاف وتلصق لكم في القاع تاع القدره. هناكم تشوفوا بعد ما طابت هذيك المرقه تاعي، وخرت الصدر تاع الدجاج راكم تشوفوا فيه، وحطيت الخضره اللي بقات اللي هي كورجات وبصل عفوا واللفت والبطاطا. وغادي نرابي تاني سنينه تاع الثوم. قطرت هذيك المحمصه تاعي راكم تشوفوا بعد ما شللتها مليح قطرتها خليتها تقطر، وغادي نحط لها شويه تاع الزيت ونفورها. غادي نرابي هنا هذيك الثوم شويه سنينه تاع الثوم نرابيهم راكم تشوفوا. غادي نقطع معاهم تاني شويه تاع القزبر هكا باش تجي بنينه ومعطره هذيك المحمصه تاعنا. في الاخير نضيفوا لها هذو سنينات تاع الثوم. هذيك الخضره تاعي حطيتها الاخيره بلا ما نبلع الكيكوطه، خليتها هكاك محلوله خاطش كيما قلت لكم ما يشدوش ما تشدش هذيك الخضره الطياب. نعاود ناكد اني صفيت لها الدجاج هذاك وخرته على جهه. وصفه تاع الشتاء تاع الصح مع هذا مع الحار. انا غادي نضيف لها هذاك الواحد فلفل حار في الاخير كاع. والدجاج هذاك غادي نسلخ له هذيك الجلده تاعه نوخرها كاع هنا عفوا هنا بعد ما فارت المحمصه هاكم تشوفوا غادي نرشها بشويه تاع الماء باه ما تلبزش. شويه تاع الماء نحلها غير شويه. انا هنايا فورتها الوقت اللي غادي طيب فيه في هذاك الوقت. نتوما اذا فورتوها من قبل حلوها في كاش قصعه ولا حلوها دهنوها بشويه تاع الزيت وكثروا رشوها بالماء. انا هنا ما رشيتهاش بزاف غير قد ما تحلت لي شويه. هي تشرب بزاف تجي كيما راكم تشوفوا تتلاصق في بعضها. بس انا دوك غادي نحطها ديريكت في المرقه تاعي راهي واجده كل شيء راه واجد. حليتها هنا كاع كيما راكم تشوفوا. ولا صوص تاعي هنا صايره هي واجده طايبه. حكمت انا هنا هذاك الدجاج سلخت له كيما قلت لكم كاع الجلده هذيك اللي فيه، ونقلع له كاع العظومه نخلي غير الصدر وحده هذاك تاع الدجاج باش هكا نفته من الفوق يجي سهله في الماكله. ما يبقوش هكا كيما نقولوا يفتوا بيديهم وياكلوا، باش اللي يبدا ياكل ديريكت ما يحبس ما والو. بصحتهم نعاود ناكد نقول لكم بصحتكم اللي جربها ان شاء الله. هذه هي لاصوص تاعي راكم تشوفوا كيفاه جات عاقده وجات حمراء. وخرت لها انا هذيك العظمه تاع اللحم اللي حطيتها، ووخرت هذيك الورقه تاع الرند راني اللي درتها والقزبر هذاك اكيد. هنايا هذه الحبه تاع البطاطا راني ما شفتهاش في الاولى كي حطيتها، ما شفتهاش بلي ماهيش مقطعه. المهم راني هنا نوخر. انا هنا هذه الطريقه اللي نديرها نوخر شويه تاع هذاك اللي دام لي من الفوق مع شويه تاع المرق نقص. ما نحطش كاع المحمصه عفوا ما نحطش كاع المحمصه تاعي في كاع هذيك المرقه. دائما نديروا حسابنا نطيبوا المرقه بالزياده باش هكا كي تبقى واحد يجي روطار ولا كاين اللي يبغيها جاريه تزيدي له شويه تاع لاصوص كيما نقولوا. هنا راكم تشوفوا المحمصه هذه راهي فيها شويه تاع الكعابره هذوك بصح نورمال. دوك غادي غير تحطوها فوق النار وتبقوا تخلطوا فيها دوك ينحلوا هذوك الكويرات. هنا كيما قلت لكم يعني نصيحه تاعي زيدوا لها هذه شويه تاع الثوم مرابي من الفوق والقزبر ومع هذاك الفلفل الحار. صدقوني واحد البنه ما نحكي لكمش عليها. وهذه هي لاصوص اللي نقصتها انايا ولا مرقه كل واحد كيف هي يقول. هنا وخرتها على جهه وغادي نضيف هذيك شويه تاع راس الحانوت نضيفها للمحمصه تاعي اللي حطيتها تتجمر فوق النار. وهذا الدجاج راني نفتت فيه كيما راكم تشوفوا. انا هنا قطعته كاع هكا بالمقص هذا خاص بالمطبخ. قطعته كيما راكم تشوفوا كاع هكا وغادي نحطه من الفوق بعد ما قلعت له كاع العظم تاعه. المحمصه تاعي راهي تتجمر وهنا كل شيء راه تقريبا واجد.
جات صدقوني، هذه هي راكم تشوفوا فيها هنا كيفاه جات بعد ما شربت كاع لاصوص هذيك. هي دائما قلت لكم ديروا لاصوص بالزياده، باه اذا نشفت يكون عندكم هكا واش تزيدوا لها. هذه هي انا حنا حطيتها هنا في القصعه هذه تاع الحطب. كيما قلت لكم انا بغيتها هكا تاع اللمه وتاع العائله. وهنا غادي نضيف لها شويه تاع المرقه من الفوق، ونخلي هذاك المرق اللي بقى اللي يبغي يزيد يزيد، ولا كيما قلت لكم يجي واحد روطار ولا ما يصيبهاش ناشفه، كاين المرقه باش تزيدوا له. الوصفه تاعي تاع اليوم راهي واجده، ان شاء الله تجربوها. وفي الخطرات الجايين ان شاء الله ندير لكم البركوكس تاعنا. هذه الوصفه ماهيش تاع البركوكس، نعاود ناكد، حنا البركوكس تاعنا ما نديروش بهذه الطريقه. هذه طريقتي انا في المحمصه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ومع السلامه ان شاء الله في وصفه اخرى. وما تنسونيش هنا حباباتي بالدعم بالبارطاج. مع السلامة وعطلة سعيدة إن شاء الله للجميع، وبصحتكم اللي جربها بصحة.